الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده يا اما هيضايقك وهتخش تشتمني وتقلب الفيديو، يا اما هتاخده بروح رياضيه وهيساعدك في انك تلاقي وظائف احسن وعملاء احسن وتحسن نوعيه الشركات اللي انت هتشتغل فيها في المستقبل. لان انت غالبا اتعلمت مهاره ومش عارف تبدا تجيب منها فلوس ازاي، او عارف بالفعل بس عمال تبعت لشركات وتبعت لعملاء ومحدش بيرد عليك. لان اغلب الناس اللي مش لاقيين شغل او شغالين بمرتبات ضعيفه المشكله فيهم هم مش في السوق. نزلت الكلام ده عندي على انستجرام من فتره وناس كتير جدا اتضايقوا، فقررت اوريكم الموضوع من وجهة نظر اصحاب الشركات او العملاء اللي انت بتحاول توصل لهم. لان انا شفت اغلب مشاكل الناس اللي بيقدموا على شغل وبيترفضوا، وايه الغلطات المميتة اللي كانت بتبقى موجودة في الاشخاص دول فبتخليهم يترفضوا او ما يكونوش مؤهلين للشغل ده اصلا. الفيديو ده هينقسم لجزئين. الجزء الاول هيكون غلطات بديهية او غلطات انت بنسبة كبيرة ممكن تكون عارفها، والجزء الثاني حاجات حتى لو انت اصلا في شركة ممكن لو انت عرفت الحاجات دي تساعدك تروح شركات افضل. الفترة اللي فاتت كنت مسؤول عن توظيف كام دور في شركة معينة، وكانت الأمور بسيطة جدا. كان كل اللي مطلوب إن أنت يكون شغلك كويس وشخص ملتزم. ما كناش بنبص على أي حاجة تانية، حتى السن ما كانش مشكلة. يعني أنت حتى لو كنت لسه ما خلصتش جامعة أو لسه ما دخلتش جامعة حتى فكان قدامك فرصة، ومع ذلك أغلب الناس اترفضت. ومع إن في ناس كان شغلهم كويس فعلا، بس برضو بعد ما بنشتغل معاهم بننهي التعاقد معاهم فورا. لأن الشغل مش عايز شغل حلو بس، لا أنت محتاج يكون شغلك حلو ومحتاج يكون فيك شوية مهارات تانية جنب شغلك تأهلك انك تتثبت وتحسن الفرص بتاعتك. تقدر تقول عليها سوفت سكيلز مهم جدا تكون عارفها. فانا في الفيديو ده هقول لك على اكتر الحاجات اللي كنت بشوفها في البورتفوليوز بتاعت الناس او في الاشخاص نفسهم اللي كانت بتخليهم يترفضوا او ما يكونوش مؤهلين للشغل. والحاجات اللي هقولها في الفيديو مش مرتبطه بمجال معين، يعني لو انت جرافيك ديزاينر، فيديو اديتور، ميديا باير، ايا كان الفيديو ده ينطبق عليك وموجه ليك، لان الاخطاء دي بتتكرر في اي مجال مش مرتبطه بمجال معين. اول مشكله ان انت ما عندكش بورتفوليو. دي نقطه انا مش هتكلم فيها كتير لان هي واضحه جدا وتعتبر من اخطاء المبتدئين جدا كمان، بس مع ذلك بلاقي ناس كتير مقدمين وما عندهمش بورتفوليو، وفي نفس الوقت بيكونوا كاتبين ان خبرتهم مثلا من سنه لسنتين لثلاث سنين حتى. فازاي انت 3 سنين وما عندكش بورتفوليو؟ ان انت ما عندكش بورتفوليو يعني موقفك ضعيف جدا، وهتتصفى من قبل حتى ما الشخص اللي بيقيمك يشوف اي حاجه تانية، حتى مش هيحاولوا يتواصلوا معاك، لان شغلك هو الحاجه الوحيده اللي هتاهلك للشغل، او انهم يبداوا كلام معاك حتى، مش السي في، مش اي حاجه تانية. لان في ناس فاكرين ان السي في اهم من البورتفوليو، بس الكلام ده لو انت بتقدم في شركه قد مايكروسوفت مثلا، شركه كوربريت عملاقه، فكل اللي همهم السي في وان الشخص ده عنده سكيلز في كذا وكذا وكذا. بس في اغلب الشركات اللي في السوق المصري او في اي دوله من الدول اللي انت بتسمعني منها لو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي، هم مش هيبصوا للسي في، هم هيبصوا للبورتفوليو. ده مش معناه ان السي في مش مهم، بس لو انا عايز حد يشتغل معايا هبص اول حاجه على شغله مش هبص على السي في. فلو مفيش بورتفوليو مش هبص على السي في، انما لو في سي في، فلو مفيش بورتفوليو مش هبص على السي في اصلا، انما لو في بورتفوليو ممكن ابص على البورتفوليو وبعدين ابص على السي في، مش العكس. فلو انت ما عندكش بورتفوليو مهم جدا تعمل بورتفوليو. مش عارف تعمل بورتفوليو ازاي؟ هتخش تبحث على يوتيوب ازاي تعمل بورتفوليو في المجال اللي انت فيه. انا كنت عملت فيديو قبل كده، بس يفضل انت تبحث عن فيديو مخصص لجزء البورتفوليو بس. ببساطه يعني هتخش على بيهانس وتشوف ناس في نفس المجال بتاعك. لو انت مثلا جرافيك ديزاينر خش ابحث بكلمه جرافيك ديزاينر وشوف الناس بيعملوا البورتفوليو بتاعهم ازاي، او ابحث على فيديو على يوتيوب بمجالك برضو وهيلخص لك الدنيا كلها. يعني الموضوع بسيط بس مهم جدا. ده غير ان انت لو شغال فريلانس وعندك بورتفوليو قوي فهتطلب السعر اللي انت عايزه، هتطلب 50% اب فرونت. فمن الاخر البورتفوليو بيخلي موقفك اقوى بكتير. تاني مشكله وهي ان انت حد تكنيكال بحت. يعني ايه حد تكنيكال بحت؟ يعني انت ما تعرفش اي حاجه في العالم غير المجال بتاعك. انت مثلا ميديا باير فانت مش فاهم باقي الفريق شغال ازاي. كل اللي انت بتعمله ان انت تيجي الصبح تمسك اللابتوب بتاعك تفتح الداشبورد او الادز مانجر او ايا كان التولز اللي انت بتشتغل بيها. فمثلا تيجي تشتغل مع جرافيك ديزاينر ما تبقاش عارف انت المفروض تستلم منه حاجه عامله ازاي عشان تحسن شغلك. فموضوع ان انت تكون حد تكنيكال بحت ده فيه 3 مشاكل اساسيه. اول حاجه ان انت مش تعرف تسلم شغلك صح. يعني انت دورك الاساسي مثلا ميديا باير، لو انت ما خدتش الشغل كويس من الجرافيك ديزاينر فده هيأثر على شغلك. الحاجه الثانيه ان انت هيضحك عليك سهل. يعني مثلا لو انت عايز برضو ديزاين من الديزاينر والديزاين ده بياخد ساعه، هو ممكن يقول لك ان هو هياخد مني يوم ويخليك متعطل يوم، مع ان انت لو كنت عارف فكنت هتقول له لا ده هياخد منك ساعه مش هياخد منك يوم كامل. ثالث مشكله وهي لو ربنا كرمك وبقيت مثلا مدير او بقيت صاحب شركه، فانت اصلا مش
هتعرف تبقى مدير ولا هتعرف تبقى صاحب شركه لو انت مش فاهم الناس شغالين ازاي. لان من الاخر انت عشان تدير ناس لازم تكون فاهم الناس دول بيعملوا ايه، مش مجرد بقى ان انت مثلا ميديا باير فلازم تكون فاهم زميلك شغال ازاي. لو انت صاحب شركه لازم برضو تكون فاهم كل الادوار اللي عندك شغاله ازاي حتى لو معرفه سطحيه. فالحل ان انت يكون عندك تي شيب اكسبيرينس. يعني ايه؟ يعني انت متعمق في مجال واحد، مثلا انت ميديا باير فانت متعمق في الميديا باينج وفاهم باقي المجالات التانية بشكل سطحي، مثلا جرافيك ديزاين، فيديو اديتنج، مش عارف ايه الطريقه اللي انا بشرح بيها دي، بس اتوقع الفكره وصلتك. يعني هتتعمق في المجال الاساسي بتاعك وهتفهم باقي المجالات بشكل سطحي، زائد بقى شويه سوفت سكيلز هقول لك عليهم في النقطه رقم 5. تالت مشكله وهي ان شغلك مش مناسب. ضروري جدا تتقبل ان في مرحله انت مش مؤهل ان انت تشتغل فيها كجونيور او كسينيور في المجال بتاعك. وعلى فكره المرحله دي ما فيهاش اي مشكله، طبيعي كلنا بنبدا صغيرين وبعدين بنكبر، بس المشكله ان شغلك يكون مش حلو وبتمنشن او تعرض نفسك اكنك حد سينيور وبتطلب مرتبات عاليه وبتتعامل كانك سينيور وتوقعاتك عاليه ومش راضي تتقبل الامر الواقع. طبعا براحتك وليك كامل الحريه انك تعمل ده، بس انت مش هتلاقي شغل في الواقع او في الحياه الواقعيه، مش هتلاقي شغل. انت بس هتكون مزين البروفايل بتاعك من الاخر، انت كاتب ان انت سينيور وفاهم الدنيا كلها، بس في ارض الواقع انت مش كده. والمرحله دي غالبا مش مرتبطه بفتره تعلم او مده زمنيه معينه، على قد ما هي مرتبطه بكثافه التعلم او المده اللي انت بتحطها في التطبيق الفعلي. يعني مش معنى ان انت قعدت تتعلم سنتين يبقى خبرتك سنتين. يعني ايه برضه؟ يعني هديك مثالين. المثال الاول، انت حد جيت تتعلم مهاره فبتتعلم يوم و10 ايام لا ما بتتعلمش، فالاجمالي طلع معاك مثلا سنتين 3، فانت فاكر ان السنتين 3 دول هم الخبره بتاعتك الحقيقيه، بس لو حسبت عدد ساعات التعلم الفعليه ممكن تكون 20 ساعه مثلا، اللي هي المده اللي انت محتاجها عشان تفهم اساسيات المهاره اصلا. فان انت بقالك كتير في المجال مش معناه ان انت شاطر في المجال، والعكس صحيح. المثال الثاني، انت دلوقتي مثلا بتتعلم جرافيك ديزاين، فكنت بتتعلم من على يوتيوب عادي، وبالمناسبه دي حاجه ما فيهاش اي مشكله، بس انت لقيت بلاي ليست مثلا مدتها 40 ساعه او كورس مدفوع بيقول لك انت اشتري الكورس ده ب 10000 جنيه وانا هخليك مؤهل لسوق العمل، هطلعك فاهم كل حاجه. فطبعا انت سلمت دماغك، واول ما شفت الكلام ده قلت خلاص انا تمام كده، هقعد اتفرج ال 40 ساعه دول او هقعد اتفرج على الكورس كله وخلاص، بدون اي تطبيق عملي بقى او من غير ما تجرب بايدك وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. او كان التطبيق بالنسبه لك مثلا ان انت الشخص بيعمل ديزاين فانت بتعمل نفس الديزاين ده وراه. بالمناسبه ده ما اسموش تطبيق، انت كده بس بتعيد اللي انت بتتعلمه، انما التطبيق الفعلي ان انت تجرب حاجات جديده بنفسك. فالمهم انت قعدت تعمل كام ديزاين ورا الفيديو ده، وبعد ما خلصت الديزاينز دي كلها حطيتها في البورتفوليو بتاعك وبعدين رحت تقدم على شغل فاترفضت. المشكله ان انت كده ما طبقتش، انت كده خبرتك العمليه في سوق العمل هي صفر، لان انت مفتقد جزء كبير جدا اصلا في مجالك وهو الابداع. وانا مش بتكلم برضو على الجرافيك ديزاين بس، معظم المجالات بتتطلب ابداع كده كده. فباختصار النقطه دي ليها حلين، الاول انك تطبق كتير جدا مع نفسك وتعمل مشاريع كتير جدا مختلفه وما تكونش بتطبق ورا الفيديو بس، لا تكون بتبدع وبتطلع افكار جديده من دماغك. الحل الثاني والحل الامثل ان انت تقدم على شغل انترن او يكون معاك حد سينيور بيوجهك. والحل برضو لو ما عندكش حد يوجهك هو ان انت تشتغل انترن. يعني انت بتروح لشركه معينه بتقول لهم انا عايز اتدرب، بيدربوك مده 3-4 شهور بالكتير مقابل مبلغ رمزي حوالي 3000 جنيه. المبلغ ده انت بتاخده يعني كمرتب، بس هو طبعا اقل من المرتبات. يعني مثلا لو المهاره ديت انت في العادي مرتبها 20000 جنيه، انت هتاخد 3000 جنيه مقابل ان انت بتتعلم. وبعد كده بيثبتوك في الشركه بالمرتب الاساسي، او انت بتمشي وبتشوف شركه تانية وبتدور على شغل وبتكون مؤهل لده اكتر بكتير من حد ما نزلش اصلا يجرب سوق العمل نهائي. في الحالتين انت الكسبان، بس انا ما رشحش ان انت تكمل في نفس الشركه اللي انت رحت فيها انترن، لان هم هيكونوا شايفينك صغير وده هيأثر على المرتب او المعامله بشكل عام. وان انت تشتغل انترن دي افضل حاجه انت ممكن تعملها، او دي افضل نصيحه انا هقولها لك في الفيديو ده، لان انت هتفهم سوق العمل وهتفهم الدنيا ماشيه ازاي وهيكون معاك حد سينيور بيوجهك، فانت حرفيا مش هيكون ناقصك اي حاجه تقريبا، وهتفهم حاجات كتيره لو كنت قاعد تحارب لوحدك ما كنتش هتفهمها. وللتوضيح الشغل انترن مش هيتطلب منك مجهود كبير ان انت تتقبل في وظيفه، هم اصلا شركات كتيره جدا بتكون بتدور على الناس يشتغلوا معاهم انترن، فانت دورك ان انت تفتح لينكد ان، تفتح اي مكان بيدور على ناس انترن وتروح تقدم على الشغل ده. مش هيكونوا متوقعين منك حاجات كتيره لان انت بتكون رايح بمرتب قليل ورايح اصلا عشان تتدرب. بشكل عام فرصه القبول بتكون اعلى من ان انت تقدم على شغل عادي. رابع مشكله وهي قله علاقاتك او قله ظهورك. عايز اقول لك ان الناس اللي عندهم علاقات مش بيقدموا على شغل اصلا، الشغل هو اللي بيجي لحد عندهم. ولو في اي شركه بتدور على حد معين او بتدور على بوزيشن معين بيبصوا في دايره علاقاتهم الاول، مش هيروحوا يدوروا على حد غريب لو هم عندهم حد في دايره علاقاتهم هيقدر يفيدهم في الوظيفه دي. فان انت تكون شغال في جنب
لوحدك وما تعرفش اي حد في المجال نهائي، دي مش حاجه حلوه وبتضيع منك فرص كتيره جدا. طيب ازاي تعمل علاقات؟ ببساطه هتصاحب ناس كتير في مجالك، هتخش جروبات ليها علاقه بمجالك، تعمل كونكشنز كتير جدا على لينكد ان، ولو انت رحت تشتغل انترن زي ما قلت في النقطه اللي قبل دي، هتبدا تتصاحب على الناس اللي في مجالك او الناس اللي بيتعلموا معاك، الناس اللي بيعلموك. كل ما يكون عندك علاقات اكتر كل ما فرصك هتكون كبيره، والعلاقات افضل حاجه انت ممكن تعملها، افضل من البورتفوليو، افضل من اي حاجه هتيجي في دماغك دلوقتي. فباختصار لما تجيلك الفرصه تشتغل مع حد، مثلا انت قلت هتشتغل فريلانس بس هتاخد فلوس اقل بكتير جدا من السوق عشان تجرب وعشان تجيب اول عميل، قدم له احسن شغل عندك عشان انه يرشحك. دي زي ما قلت لك احسن حاجه ممكن تحصل لك في المجال اللي انت فيه. نفس الكلام لو انت انترن، حاول تبين لهم ان انت اسطوره من الاخر، انت بتعرف تعمل اي حاجه هم عايزينها. خامس مشكله وهي من الحاجات القاتله اللي ممكن تدمرك فعلا لو انت بتقدم على شغل او بتدور على عميل، وهي ان انت يكون فيك حاجه من الثلاث حاجات دول. اول حاجه مشكله في طريقه التواصل، تاني حاجه مشكله في الالتزام، تالت حاجه مشكله في الاتيتيود. اي حاجه من دول لو فيك وانت اقوى واحد في العالم في مجالك، اقوى مثلا جرافيك ديزاينر في العالم، اقوى فيديو اديتور في العالم، فانا اضمن لك ان انت مستحيل تلاقي شغل في بيئه عمل محترمه، او مستحيل تلاقي شغل اصلا. يعني انت من البدايه الشركات مش هتقبل حد عنده الثلاث حاجات دول، ولو اتقبل مش هيكمل في الشغل. برضو عشان اوضحهم لك اكتر، فمثلا مشكله في طريقه التواصل، في ناس كتير جدا شغلها حلو بس لما تيجي تتكلم معاهم هتلاقي الدنيا مش واضحه، يبعت لك شغل من غير شرح، مش بيعرف يقول هو عمل ايه او ناوي يعمل ايه. ففي معظم الاوقات في الشغل التواصل اهم من الشغل نفسه، مش بالمعنى الحرفي بس لو انت مش عارف توصل انت هتعمل ايه فهتبان مش شغال اصلا، وهتغلط كتير جدا حتى لو انت شاطر في مجالك. تاني حاجه مشاكل في الالتزام، مثلا انت كل شويه بتاخر الديدلاينز بتاعتك، بيجي تاسك فبتركنه، بيجي تاسك بتقول مثلا للشخص المسؤول ان انت هتخلصه الساعه كذا وما تخلصوش، تبدا ساعات العمل وما تكونش متاح في ساعات العمل، من الاخر تكون شخص مدهول كده. عشان اختصر عليك، الشغل الحقيقي مش زي التعلم، مفيش رفاهيه التاخير، لان انت بيكون وراك تيم، وورا التيم ده في عملاء مستنيين الشغل ده، وكل حاجه مربوطه ببعض، فانت مجرد ترس محطوط في المنظومه دي. فلو انت وقفت هتوقف ناس كتيره، والحل ان انت هتترفد او هتتبدل. فاوبشن ان انت تتاخر او ما تعرفش تمانج التاسكس بتاعتك ده ما ينفعش يكون اوبشن بالنسبه لك، ولا هيكون مقبول نهائي في سوق العمل او مع العملاء اللي انت بتشتغل معاهم فريلانس، هتتبدل فورا. مشكله في الاتيتيود. النوع الثالث وده بيكون حد للاسف مش مرحب بيه في بيئه العمل، الشخص اللي عنده اتيتيود. يعني حد هتيجي تتكلم معاه كده هتحس ان انت داخل تتخانق، مش داخل تتكلم معاه وتاخد وتدي في الكلام، بياخد اي ملاحظه بشكل شخصي، مش بيتقبل النقد البناء او مش بيتقبل النقد بشكل عام، وبنسبه كبيره جدا بيكون لسه في الاول بس هو شايف ان هو اذكى واحد في العالم. وده للاسف من اخطر الحاجات، لان الشغل محتاج حد سهل تتعامل معاه، مش حد تجيبه وتحطه في بيئه العمل ويفضل من الاخر يقرف في التيم ويقرف في الناس اللي موجودين. فالحل الثلاث نقط دول هو ان انت تتعلم سوفت سكيلز، يعني هم زيهم زي اي مهاره انت بتتعلمها في حياتك، زي الكلام، زي المشي، زي المهاره التكنيكال الاساسيه بتاعتك، في شويه سوفت سكيلز لازم تكون معاك. اول مهاره هي مهاره التواصل، تعرف ازاي تدي ابديتس، تعرف ازاي تتواصل مع التيم، تعرف ازاي من الاخر تفهم الناس انت واقف فين او هتعمل ايه. تاني مهاره هي الالتزام واداره الوقت، ودي هتفيدك بشكل عام في حياتك كلها مش في الشغل بس، انك تحترم المواعيد، لو اتاخرت تقول ان انت هتتاخر، وتبقى عارف تقسم شغلك وتنظم حياتك بشكل عام. تالت حاجه انا مش عارف دي انت المفروض تتعلمها ولا ايه، بس الاتيتيود، ان انت ما ينفعش تكون شخص صعب التعامل معاه، لازم تتعلم ازاي تبقى سهل مرن، بتتقبل النقد، بتتقبل ان في ناس انت عادي بتتعلم منهم وفي ناس برضو بيتعلموا منك. رابع مهاره ودي هتيجي مع الوقت وهي الاعتماديه. الاعتماديه ببساطه ان انت تكون شخص يعتمد عليه. انا اديت مثلا لحد تاسك، اديتك تاسك، فانا عارف ان انت هتخلصه وانا عارف ان انت شخص ملتزم، فمش هاجي اراجع وراك اصلا. لما تقول حاجه بتعملها، لما بيطلب منك حاجه بتنفذها. ولو المهاره دي فيك فانت في المستقبل بيكون قدامك فرصه ان انت تترقى، تكون مدير الفريق اللي انت فيه، هتقدر تبني شركه عادي جدا، لان انت لو انت الشخص الوحيد اللي بيعتمد عليه في الفريق فبالتالي هتكون انت اللي قادر تدير الفريق ده، حتى لو مش بشكل صريح، يعني لو مش معروف ان انت مدير الفريق بس انت عارف تمشيهم ازاي وعارف ازاي تاخد تاسكاتك منهم، من الاخر حد يعتمد عليه. وطبعا الموضوع في الاول وفي الاخر توفيق من ربنا، بس هي من الاخر لعبه نسب وفرص، انت لو فيك اي مشكله من دول ففرصتك بتقل، ولو ما فاكش فبيتفتح لك ابواب اكتر. طبعا في حاجات كتيره جدا غير دي ممكن تسبب ان انت ما تتقبلش في الشغل اللي انت عايزه، ما تلاقي العميل اللي انت بتبعت له ما بيردش عليك، بس انا غالبا قلت اشهر الحاجات اللي قابلتني يعني لما كنت مسؤول عن تعيين الكام دور دول. فلو انت عايزني اعمل جزء تاني بباقي الحاجات اللي هي مش منتشره قوي بس برضه ممكن تسبب ان انت تترفض، قول لي تحت في الكومنتات او ابعت لي على انستجرام وهعمل جزء تاني من الفيديو ده. وبالتوفيق.